السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عنا طريقة تحضير الغريبة، طريقة بسيطة والنتيجة بنشوفها سوا بنهاية الفيديو إن شاء الله. نبدأ بالمقادير: 200 جرام طحين أو كاسين كبار طحين، 50 جرام سميد زيرو أو نص كاسة سميد زيرو، نص كاسة كبيرة، 100 جرام سكر بودرة أو 3/4 الكاسة الكبيرة سكر بودرة، 125 جرام سمن نباتي أو 3 ملاعق ونص سمن نباتي، فستق للتزيين. نبدأ بخلط السمن مع سكر البودرة. نخلطه ليصير مثل الكريمة. وبعد ما صار السمن مع سكر البودرة مثل الكريمة بهالشكل، نضيف عليه الطحين والسميد ونستمر بالتحريك. بعد ما ضفنا الطحين والسميد نستمر بالتحريك لنحصل على عجينة تتشكل معنا بسهولة. الغريبة بدها فرق، لنحصل على القوام يلي بدنا إياه، قوامها المطلوب. وبعد ما صارت العجينة جاهزة بنبدأ تشكيلها مباشرة بالقالب. أنا عندي هذا القالب، قالب كريمة معدل عليه. بتحبوا تريحوا العجينة ريحوها لمدة 2 أو 3 بس مو بالبراد، تريحوها بحرارة الغرفة لمدة 2 أو 3. بعدين بدكم ترجعوا تفركوها من أول وجديد وبعدها تشكلوها. طريقة التشكيل بالقالب طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، أفضل من التشكيل بالإيد. نستمر بالتشكيل لتخلص كمية العجين الموجودة عنا. أنا مثل ما شايفين عم أشتغل كمية قليلة مشان سرعة الفيديو، مشان توصلكم الطريقة أو الفكرة مو أكتر. بعد ما انتهينا من التشكيل بنبدأ تزيينها بالفستق الحلبي أو الفستق العادي حسب الرغبة. تعطيها منظر كتير حلو، وكمان بالطعمة وبالنكهة غير شكل. وبعد ما انتهينا من تزيينها على الفرن مباشرة درجة حرارة 150، نشوي أرضيتها وجهها ما بيحتاج للشوي. بعد شوي بنشوف النتيجة سوا إن شاء الله. وبعد ما طلعناه من الفرن وتركناه بمكان بارد لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، هاي النتيجة مثل ما نكون شايفين من دون أي مشاكل، ما في تشقيق، وكيف حافظنا على القوام. إذا عجبتكم الطريقة والنتيجة يا ريت تشتركوا بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله.